فاللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا صبر لنا على البلاء، ولا قوة لنا على الفقر، فلا تحجب عنا رزقنا بذنوبنا، ولا تكل قلوبنا في التعلق بخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة بقى نعمل أكلة جميلة وخفيفة كده، كلنا بنحب نشتريها من بره، وهي الفراخ المشوية. هنعمل لها تتبيلة جميلة كده وسهلة، وإن شاء الله هتعجبكم كلكم. بتخلي طعم الفراخ جميل جدا وروعة، وإن شاء الله اما تجربوها تقولوا لي رأيكم. هنعمل الفراخ المشوية في صينية سهلة وبسيطة، وإن شاء الله هتعجبكم. طبعا أول ما نبدأ الفيديو ما تنسوش باللايك الجميل والشير والسبسكرايب. اول حاجة المكونات بتاعتي بصلتين كبار، التوابل اللي هي توابل الفراخ بتاعتنا المشوية عبارة عن فلفل اسود، بهارات فراخ، ملح، قرفة، وحبهان ورق لورا مطحون. طبعا من كل حاجة نص معلقة، القرفة ربع معلقة بس، وليمونة، ونص كوباية طماطم. اول حاجة هنعملها هنجيب البصل هنبشره. طبعا انا مش عايزه البصل ناعم جدا، عايزاه بنفس الطريقه دي كده، او بنفس الوش ده بتاع المبشره يعني. هبشر البصل بتاعي كله كده. لو عندك كبه وحابه تبشريها فيها برضو براحتك. وبعدين بعد ما بشرت البصل هبدا اضيف التوابل بتاعتي: فلفل اسمر، بهارات فراخ، ملح، حبهان ورق لورا، وقرفه. زي ما تحبي بقى في البهارات، لو حابه تزودي حاجه عن حاجه برضو براحتك. هنا بقى هعصر ليمونه. الليمونه دي بتعمل تيست جامد قوي للفراخ المشويه مع تتبيله البصل والبهارات دي. جربيها وان شاء الله هتعجبك. هقلب كل المكونات مع بعض، ريحتها جميله جدا. وبعدين هضيف عصير الطماطم. اول حاجة هضيف معلقتين كبار وهقلبهم، باقي نص كوباية عصير الطماطم. وهنا التتبيلة ريحتها روعة، وهنعمل بيها احلى فراخ مشوية. هنا الفراخ بتاعتي طبعا غسلها كويس ومنضفاها، وهاجي اول حاجة هبدأ ان انا احشي التتبيلة تحت الجلد، وهنا بفردها بصوابعي كده علشان تاخد كل مكان في الورك او في الفرخة بتاعتي. لما بحشيها تحت الجلد بتديني طعم جميل جدا، والتتبيلة بطعمها بيبقى اكتر في الفراخ، وان شاء الله تعجبكم. وطبعا جربيها وما تنسيش تقولي لي رأيك. وهنا هكمل بقية الفراخ. هفتح بالراحة كده تحت الجلد، وهبدأ ان انا ادخل التتبيلة تحتيه. طعمها بيبقى جميل جدا وبيفرق في كل حتة بقى في الفرخة. طبعا هديها التتبيلة كده وهظبطها عشان خاطر هي دي اللي هتديني الطعم الجميل للفراخ بتاعتي. والبصل كمان هو اللي هيسوي لي الفراخ من غير ما اضيف مية ولا اي حاجة. أكلة سهلة وبسيطة، وطبعا كلنا بنحب نغير علشان في وقت كده بنبقى زهقانين من الأكل، فقلنا نعمل الفراخ المشوية سهلة وبسيطة. وهنا بقى التتبيلة طبعا هضيفها فوق الفراخ علشان تديني طعم أقوى ليها. هسيب الفراخ بقى مع التتبيلة شوية عشان طعمها يبقى قوي وجميل. هنا بقى هكون سخنت الفرن بعد ما سبت الفراخ تتبل براحتها. المية دي طبعا بتاعة البصل، انا ما ضفتلهاش اي حاجة تاني. وهنا ضفت الفراخ، وبعد شوية هشوف الفراخ بتاعتي لقيتها دخلت على السوا. هضيف لها بقى معلقتين زيت كده على الوش عشان تديني لمعة جميلة كده للفراخ. معلقتين بس مش هكتر، وهسيبها تكمل سواها. وهنا طبعا اوريكم الفراخ استوت وبقى شكلها جميل جدا وريحتها جميلة وطعمها اجمل.
ما ننساش بقى نعمل التكه الجميله اللي احنا متعودين عليها، اللي بتحسسني بطعم الشوي على الفحم. وهي هجيب الفويل وهضيف لها فحمايه وشويه زيت صغيرين وهغطيها واسيبها. لما بتيجي تاكلي الفراخ بصراحه بتلاقي طعمها جميله قوي من النكهه بتاعه الفحم، اكنك شويه على الفحم بالظبط. بس انا عملتها في صينيه علشان اسهل عليا وتبقى بطريقه سهله وابسط. وطبعا هنعمل معاها شويه رز ابيض وشويه سلطه. احنا عملنا الرز قبل كده مع بعض في حلقات فاتت لو حابه ترجعي له. والسلطه طبعا ما فيش اسهل منها، فانا حبيت اقدمهم مع الفراخ المشويه لان دي احسن حاجه بتبقى مع الفراخ. حابه انت بقى تضيفي اي حاجه تانية براحتك، بس انا قلت اسهل عليكي واعمل لك الفراخ الجميله دي. ريحتها جميله جدا وطعمها رائع، هيعجبك ان شاء الله. وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.